الدنيا دي الضرب واحنا الزوار. اهلا وسهلا بكم، معاكم محمد تركو، برنامج درب الزوار. وزيارتنا النهارده لشجر الدر، الاسم المتداول ليها في كل الناس ومعظم الناس بتقول عليه شجره الدر بالتاء المربوطه، بس هي الاسم الحقيقي ليها شجر الدر. مين هي شجر الدر وازاي هي وصلت للحكم مصر؟ يعني ازاي هي بقت حاكمة الفعلي للدولة المصرية، اللي هي الست الوحيدة اللي حكمت الدولة المصرية في العصور الوسطى غير العصور الفراعنة. أنا بتكلم على العصور الإسلامية، هي الست الوحيدة اللي حكمت جمهورية مصر العربية، أو أيامها كانت الدولة المصرية. ونهايتها هي، هل فعلا نهايتها كانت اتقتلت بالجباجيب ولا لا؟ وهل فعلا هي اللي قتلت زوجها عز الدين أيبك ولا لا؟ وإيه دورها في الحرب الصليبية؟ وهل فعلا هي كانت بتقود الحرب ضد لويس التاسع ولا لا؟ ده كله هنعرفوه في الحلقة دي. بس قولي في الأول، عملت اشتراك بالقناة؟ لسه؟ عيب عليك والله. يلا اشترك بالقناة واعمل لايك للفيديو ويلا بينا. هي اسمها شجر الدر. دي كانت جارية تنحدر أو أصولها من العراق. نجم الدين أيوب ضمها للجواري بتاعته، بس لقي فيها الذكاء، وهي برضو كانت جميلة جدا. لا، هي كانت يعني جميلة خالص، يعني هي كانت من يعني الجمال بتاعها والأنوثة بتاعتها زي ما يقولوا كده طاغية الجمال وطاغية الأنوثة، غير إنها ذكية جدا. فنجم الدين أيوب جربها ليه وأعتقها وتزوجها وخلف منها ولد اسمه إبراهيم. الولد اللي اسمه إبراهيم ده مات وهو صغير، ومات وهو كان أيام ما هم كانوا مسجونين. ليه؟ لأنه نجم الدين أيوب عمه اعتقلوا في الشام في الكرك وسجنوا، واتسجنت معاه شجرة الدر. وهي كانت بصراحة وفية ليه جدا وكانت بتحبه خالص. فبعد فترة قدر ان هو يفلت من الأسر بتاع عمه نجم الدين أيوب، وجاء مصر وتولى السلطنة، وبيجي السلطان نجم الدين أيوب حاكم على مصر. وأولاد عمه صالح إسماعيل كان في الشام، اللي هو إيه حاكم الشام، اللي هو حفيد صلاح الدين الأيوبي. نجم الدين أيوب كان مجرب شجرة الدر من دائرة الحكم بتاعته، كان بيستشيرها دايما في أمور الحكم، يعني كان دايما بياخد رأيها في أمور الحكم، وكانت هي بتديله رأيها لأنها كانت ذكية جدا. لغاية في مرة من المرات كان نجم الدين أيوب طالع رحلة صيد في الشام، وكان في حد من أعدائه أو من أولاد عمه من الدولة الأيوبية حط في السرج بتاع الحصان بتاعه سم. فهو أول ما ركب الحصان بتاعه فاتعور في رجله من تحت، فالسم بدأ إيه يسري في جسمه واحدة واحدة. في الوقت ده كان لويس التاسع ملك فرنسا، والحملة الصليبية دخلت دمياط واحتلت دمياط، وكانت خلاص داخلة على المنصورة. والمفروض لو خدت المنصورة كانت هتدخل على القاهرة وهتحتل قلعة الجبل، القلعة الملكية. وبالفعل عرف بالكلام ديتي نجم الدين أيوب، وبسرعة رجع على مصر. بس كان السم بدأ إيه يسري في جسمه، لأن السم بدأ إيه يسري واحدة واحدة في جسمه وتعب. والأطباء كلهم قالوا انك انت حالتك صعبة. وبس هو وبرضه على الفراش امر الجيش كله ان هو يتجهز عشان خاطر يروحوا ويحاربوا لويس التاسع في المنصورة. وبالفعل اتجهز الجيش بقيادة المماليك، بقيادة عز الدين أيبك وفارس الدين أقطاي. وكان للدور الكبير لبيبرس البندقداري، الظاهر بيبرس دور كبير في الحرب بتاعة المنصورة ضد لويس التاسع، واللي فيها دي اتأثر لويس التاسع. وبالفعل نجم الدين صالح نجم الدين أيوب قال لهم أنا لازم أروح الحرب دي بنفسي. الأطباء كلهم قالوا له إزاي، ما ينفعش إنك أنت تروح الحرب وانت بالحاله الصعبه دي، وانت خلاص يعني حالتك صعبه، ما يسمحش انك انت تروح في الحرب او تتنقل حتى يعني من مكان لمكان، انه يعني يمشي من مكان لمكان.
اصر نجم الدين ايوب وقال لازم اروح الحرب. وبالفعل راح، وكانوا حاملينه يعني كانوا شايلينه شيل كده على عربياته والجنود بتاعه شايلينه لحد ما وصل المنصوره. ودارت المعركه الكبيره بين الجيش المصري بقياده المماليك البحريه ولويس التاسع. وبالفعل اتهزم لويس التاسع هزيمه كبيره قوي، وفيها دي اتأثر لويس التاسع واتسجن في دار ابن لقمان في المنصورة. وكان من ضمن قادة الحرب دي الظاهر بيبرس اللي هو كان القائد للحرب دي، وهو كان ليه فضل كبير في انتصار الجيش المصري على الجيش الصليبي. بس في الوقت الحرب ده، في وقت اللي هي الحرب وهي دايرة، كان خلاص نجم الدين ايوب كان خلاص يعني يعتبر السم دخل في جسمه. واثناء الحرب ما كانت شغاله وبالفعل اتوفى نجم الدين ايوب. وفي الوقت ديت كان لازم في قرارات تتاخد لتحركات الجيش والخطه بتاعت الجيش، والجيش يتقدم ازاي، والملابس والمصاريف بتاعت الجيش والكلام ده. كان لازم القاده بتاعت الجيش يدخلوا على نجم الدين ايوب عشان خاطر يديهم الختم بتاعهم، عشان خاطر يتصرفوا في كذا وكذا في امور الجيش وفي امور المعركه. بس جاء الدور الكبير بتاع شجره الدر، وده اللي بينت ان هي ست عظيمه، ان هي خبت خبر وفاه صالح نجم الدين ايوب على الجنود وعلى الامراء وعلى كل الناس. وقالت لهم اي حد كان عايز يخش على نجم الدين ايوب ويقول ان هو عاوز ياخد الختم بتاعه عشان يتصرف في كذا في امور الحرب وامور الجيش، كان بيقول لهم هو تعبان، والاطباء والدكاتره مانعين اي حد يخش عليه، انتوا هاتوا الطلب بتاعكم ده وانا هعرضه عليه، ولو وافق هختمه له. وبالفعل كانت بتاخد الطلبات منهم وبتخش الاوضه بتاعته وهو ميت، هو ميت على السرير. بتخش بتقرا الطلب بتاعه بتاع الامير ديتي اللي هو جاي عشان خاطر في طلب معين، بتقرا اذا كانت هي شايفه انه الطلب ديتي كويس بتجيب الختم بتاع نجم الدين ايوب السلطان وبتختمه له وبتديه له. الكلام ديتي استمر لعده ايام لحد ما الحرب خلصت، وجابت فارس الدين أقطاي اللي هو الأمير المملوكي، وبعثته للعراق وقالت لفارس الدين أقطاي روح هات ابن نجم الدين أيوب توران شاه. وبالفعل فارس الدين أقطاي راح ورجع مع توران شاه. وأول ما رجع توران شاه أعلنوا خبر وفاة صالح نجم الدين أيوب، وإنه السلطان الجديد اللي هو توران شاه. بس توران شاه أول ما جاء كان بيعامل شجرة الدر يعني معاملة وحشة، يعني هي على أساس إن هي كانت جارية وأبوه نجم الدين أيوب أعتقها واتجوزها. كان بيقولها أنت في الأول وفي الآخر أنت جارية، أنت إزاي تتحكمي في أمور الحكم وأنت أصلا تروحي مع الجواري والكلام ده. وشجره الدر طبعا الكلام ده ما كانش عاجبها، وكان بيضايق عليها جامد، كان بيقول لها فين الذهب اللي ابويا سايبه لك، وفين الفلوس، وفين كذا وفين كذا وفين كذا. فطبعا هي اتضايقت جدا منه. لا ده وكمان ما استكفاش بده، كان دايما بيضايق المماليك، الامراء المماليك. كان خلاص نجم الدين ايوب كان اعلى من شان المماليك، كان خلاهم امراء وعلية القوم، يعني يعتبر هم اللي هم قادة الجيش. وكان نجم الدين أيوب كان اداهم مناصب كبيرة، وكان خلاص اللي هم يعتبر مسيطرين على الدولة المصرية، ولسه هم كانوا مخلصين حرب اللي هم منتصرين فيها. لولا بفضلهم هم ما كان لويس التاسع كان دخل مصر وكان احتلها خالص. فطبعا هم اتضايقوا خالص من ان هو كان دايما بيضايقهم، وكان بيعزل الامراء من مناصبهم، وكان بيعين الامراء اللي كان جايبهم معاه من العراق. طبعا المماليك طبعا اتضايقوا خالص من الموضوع ده بقياده عز الدين ايبك وفارس الدين اقطاي، واللي تحتيهم طبعا كان الظاهر بيبرس او بيبرس البندقداري وسيف الدين قطز. فراحوا لشجره الدر وحكوا لها وقالت لهم هو فعلا كمان انه هو بيضايق علي انا في الكلام ده كله. وشجرة الدر قالت لهم احنا لازم نتخلصوا من توران شاه، وان شاء الله لو وتخلصنا من توران شاه لكم انتوا هديكم كل المناصب اللي عايزينها وهتتصرفوا في الجيش وفي كل حاجة زي ما انتوا عايزين، بس نتخلصوا من توران شاه.
توران شاه كان يعني زي ما بيفهمش جوي، كان يعني ايه غبي شويه، وكان على طول يعني هو بيتصرف تصرفات يعني على اهوائه، يعني مش تصرفات اللي هو سلطان دوله. وبالفعل المماليك رتبوا لقتل توران شاه، وهو كان بيتعشى. دخلوا عليه المماليك وشهروا سيوفهم في وشه، وهو عرف خلاص ان هم ناويين على الشر وجايين ايه يقتلوا. قال لهم خلاص خدوا اللي انتوا عايزينه وخلاص، انا لو انتوا عاوزين اسيب مصر كلها واروح العراق تاني هروح هسيب لكم البلد كلها. بس خلاص كان المماليك خدوا القرار ان هم يقتلوه، ففر منهم، ضربوه بالسيف، اتعور في ايده، اصابع يده اتقطعت، فطلع على برج كان على وتحتيه البحيره، فنط من البرج. راح هو مع نط من البرج راحوا ضربوه بالسهام ومات غريق. يعني هو الموتة بتاعته كانت جريح وغريق. وبعد كده ما استكفوش بكده، راحوا ايه عملوا عليه شعلات النار واطلقوا فيه النار، يعني مات حريق وغريق ومذبوح. يعني توران شاه مات الثلاث موتات في المره مره واحده. وبعد كده بعد ما اتقتل توران شاه، المماليك قالوا طب احنا عاوزين نشوفوا مين دلوقتي اللي هو هيبقى سلطان مصر. فالمماليك قالوا لو احنا واحد مننا بيجي سلطان مصر كله هيطمع في السلطه وهيقول اشمعنى انا واشمعنى انا واشمعنى انا. كلهم اتوافقوا وقالوا خلاص هي كده كده شجرة الدر كانت ملمة بأمور الحكم، وهي بما انها كانت مرأة نجم الدين أيوب هي تبقى ايه الحاكمة لمصر. واتذاع الخبر انه شجر الدر بقيت هي سلطانة مصر. بس الخبر ديتي كان عموم الشعب المصري ما كانش راضي عنه، لانها واحدة ست تحكم مصر. معظم الشعب ما كانش راضي عنه، بس قوة المماليك وتجبرهم على الناس اجبروا الناس ان هي ايه ما حدش يفتح الموضوع ديت. وكانت في مظاهرات قامت في القاهرة وبرضو اخمدوها وقفلوا بيبان القاهرة عشان ايه ما تخرجش المظاهرات دي ايه للمناطق اللي حوالين ايه القاهرة. وراحوا الرسل المماليك بعتوا للأمراء الأيوبيين في الشام ان هم برضو ياخدوا الاذن منهم وياخدوا الصك منهم ان هو ايه شجره الدر تبقى ايه تبقى هي السلطانه. وطبعا ديت الكلام ده ما عجبش الامراء الايوبيين، قالوا ازاي بعد موت نجم الدين ايوب المفروض واحد ايوبي اللي هو يحكم مصر. وبعد كده ايه الرسل حتى دي حبسوهم، وهي طبعا ايه رفضوا الموضوع طبعا رفض كبير. فالمماليك وشجر الدر ما لقوش قدامهم غير حل، هم عاوزين ياخدوا الشرعيه لشجر الدر عشان تحكم مصر. يعني الشرعيه كانت الوقت ده لازم تاخد الشرعيه، فكانش قدامهم غير ان هم يبعتوا للخليفه العباسي المستعصم بالله. بعتوا له جواب وقالوا له احنا عاوزين الختم بتاعك يا سلطان عشان خاطر شجر الدر تبقى هي السلطانه على مصر. الخليفة العباسي بعت مع الرسول بتاعهم ايه جواب فيه شوية كلمات بساط خالص. قال لهم في الخطاب ديتي قال لهم اذا انقطعت عندكم الرجال ارسلوا لنا لكي نبعث لكم رجلا لكي يحكم مصر. يعني بالبلدي كده بيقول لهم يعني انتوا عندكم لو خلصت الرجاله قولوا لنا نبعث لكم راجل من عندنا من هنا عشان خاطر ايه يحكم مصر، وانتوا عاوزين تخلوا واحده ست تحكم مصر. المماليك وشجر الدر لما قروا الخطاب بتاع الخليفة العباسي مستعصم بالله اتضايقوا خالص وقالوا كده كده هو اصلا ملهوش قيمة وملهوش لازمة، واحنا مش عاوزين الشرعية ايه بتاعته ده، احنا كنا عاوزين نكبروه علينا وناخدوا ايه الشرعية منه بما انه هو الخليفة بتاع المسلمين. وبالفعل اذاع تاني الخبر انه شجر الدر هي سلطانة مصر، والزموا المشايخ ان هم يدعوا لشجر الدر على المنابر المساجد. بس معظم العلماء الكبار ومن على رأسهم العز بن عبد السلام كان معارض الموضوع ده، وقال لهم انا ماليش دعوة بالقصة دي وانا ابعدوني عن الموضوع ده، وانا ايه ما مش موافق بالموضوع ده، بس انا ايه ما حدش يكلمني فيه وكده. والعز بن عبد السلام كان رافض الموضوع ده. وبالفعل كان
بدأ شجرة الدر تحكم مصر، وقعدت حوالي 3 شهور بس اللي هي حاكمة مصر. بس برضو الناس ما بيجيتش يعني متقابلة فكرة انه شجرة الدر هي اللي تحكم مصر. فالمماليك قالوا طب يعني ايه الحل، ايه الوضع، ايه كده. فعز الدين ايبك القائد المملوكي الكبير عرض على شجر الدر ان هو يتجوزها، وبالفعل قبلت شجر الدر ان هي تتجوز عز الدين ايبك. وبعد كده المماليك اقترحوا عليها ان هي تتنازل للسلطه لعز الدين ايبك، وبالفعل بقي عز الدين ايبك اللي هو حاكم مصر، او اول الحكام الدوله المملوكيه لمصر. يعني شجرة الدر هي حكمت، يعني في ناس بتحسب شجرة الدر ان هي تبع الدولة المملوكية، يعني سلطانة، يعني هي اول سلطان او سلطانة للدولة المملوكية. وفي ناس تاني بتقول لك لا، ده هي عشان خاطر كان بيدعي لها على المنابر باسم جوزها صالح نجم الدين ايوب وام ابراهيم، فهي كانت اخر السلاطين الدولة الايوبية في مصر. فناس بتقول كده، وفي ناس بتقول كده ان هي اخر سلاطين الدوله الايوبيه، وفي ناس بتقول ان هي اول سلاطين الدوله المملوكيه. وبالفعل عز الدين ايبك بدا يحكم بالحديد والنار مصر كلها، وكان بعت سيف الدين اقطاي للصعيد، كان عشان حصلت فيه مظاهرات، وسيف الدين اقطاي قدر ان هو ايه يخلص على المظاهرات اللي في الصعيد واخمدها وكده. وبعد كده ايه القصه الشهيره بتاعت سيف الدين اقطاي اللي هو ايه كان بيعامل عز الدين ايبك مش معامله مش كويسه، المهم ايه وقتله. والقصه الشهيره بتاعت اللي هو قتل ايه سيف الدين اقطاي. وبعد كده شجره الدر كانت ماشيه يعني راس براس مع عز الدين ايبك، يعني كانت تشاركه في امور الحكم. يعني هو كان بيختم بختمه اللي هو السلطان، بس هي كانت بتشاركه في كل امور الحكم، كان بياخد رايها. وهي كانت مش زي ايام نجم الدين ايوب كانت بياخد رايها بس، لا ده هي كانت بتحكم بالفعل هي كانت ليها حكم في الدولة، في أمور الدولة المصرية، في كل حاجة، في تعيين وزراء، في أمور جيش، في أمور رعية، في كل حاجة هي كانت إيه كانت بتحكم في مصر. لحد ما حصلت الحاجة الكبيرة من جوزها عز الدين أيبك، كانت بيراسل لؤلؤ اللي هو حاكم الموصل، اللي هو وحاكم الموصل ديتي كان بيتعاون مع مين؟ مع التتار، مع هولاكو. وتزاعل الموضوع ده، وكانت معروفة جدا انه حاكم الموصل اللي هو كان بيخاين وكان بيتعاون مع التتار عشان خاطر هم ايه يدخلوا بغداد ويحتلوا بغداد وايه ويقضوا على الخلافة العباسية. فهي عرفت ان هو بيتواصل معاه فاتضايقت منه، يعني هي الوطنية بتاعتها كبيرة، يعني هي كانت مرأة وطنية. بس اللي كانت الامر والاتعس زي ما بيقولوا انه عز الدين ايبك خطب بنت لؤلؤ ده، يعني خطب البنت بنته عشان يتجوزها. وشجر الدر عرفت بالموضوع ده انه عز الدين ايبك هيتجوز عليها. وطبعا ايه غيرة الستات جرت في دمها، قالت يعني المملوك ديت اللي انا جبته زي ما يقولوا كده من الشوارع كده، يعني اللي هو كان في الاول وفي الاخر مملوك عند جوزي صالح نجم الدين ايوب، وخليته سلطان على مصر، في الاخر يتفرعن عليا ويتجوز. المهم هي رتبت له كده ايه فخ ان هي لازم، وقررت ان هي ايه تقتله. وبالفعل كان عز الدين ايبك كان في مره كده كان بيلعب كوره كره القدم، يعني كره القدم دي كانت من زمان، يعني هو كان بيلعب كره القدم ورجع كان تعبان من لعب كره القدم، وعشان خاطر يستحمى. وكانت هي مدبره مع الحراس اللي تبعها اول ما دخل عز الدين ايبك الحمام عشان يستحمى، دخلوا عليه الحراس وقعدوا يضربوا فيه في الحمام وفي ارضيه الحمام لحد ما مات خالص وفرق الحياه. وبالفعل قالت ده عز الدين ايبك وقع في الحمام ومات. بس القصه دي ما خلتش على الامراء المماليك، اللي هو بالاخص مين؟ سيف الدين قطز، اللي كان اميره مباشره عز الدين ايبك. وقال لها ازاي يعني هو وقع الحمام ومات وانت مخبئه، يعني ما قلت لناش ليه على طول؟ كنا شفنا اطباء ليه وعالجته بسرعه. المهم هم اكتشفوا بالفعل
انه شجرة در هي ايه اللي قتلت عز الدين ايبك. وراح بعد ما مات على طول عز الدين ايبك، سيف الدين قطز زي ما يقولوا كده ايه حبس سجن شجرة در لحد ما يتأكد من الموضوع، وبعت لابنه ومراته الأولانية اللي كان متجوزها عز الدين أيبك عشان خاطر يجوا عشان ابنه علي اللي هو يتولى سلطنة الحكم. وابنه علي ده كان ولد صغير يعني، ولد طفل صغير يعني، كان لسه 5-6 سنين لسه يعني. فبعت لأمه بالفعل، جات مرات عز الدين أيبك وابنها علي وحكى لها الموقف، وتأكدوا 100% إنه شجر الدر هي اللي قتلت عز الدين أيبك. فأم علي قالت لسيف الدين قطز والمماليك سيبوا لي الطلعة دي وأنا اللي هتولى أمر شجر الدر، وهي إيه جزائها عندي أنا. يا ستي يهديكي خيرك، لا أنا اللي هتولىها وأنا اللي هقتلها. وبالفعل دبرت لها خطة كده ودخلت عليها السجن بتاعها، وهي الأم علي والجواري بتوعتها. والقصة الشهيرة المتداولة اللي الناس كلها بتتداولها، اللي هي زي ما يقولوا فيها سسبنس كده، اللي هي دخلت عليهم، دخلت على الجواري وأم علي على شجرة الدر بالجباجيب، وقعدوا يضربوها فيها بالجباجيب لحد إيه ما ماتت. وفي قصة تانية بتقول لك لا ده هم الجنود وهم اللي قتلوها ورموها من فوق سور القلعة، ورموها وهي عارية تماما وفوق سور القلعة، وقعدت 3 أيام وهي مرمية تحت سور القلعة لحد ما ناس من اللي كانوا من المرة يعني شالوها ودفنوها. بس القصة المشهورة اللي هي الناس اللي بتحب تقولها وتتداولها عشان خاطر ايه زي ما يقول لك ايه اللي يخلوا فيها سسبنس وسيرة شعبية، اللي هي ايه اللي هي قصة ان هو ام علي ضربت شجرة الدر بالجباجيب هي والجواري بتاعها وماتت. وفي قصة برضو تانية بتقول لك بعد ما ام علي دي قتل شجرة در، عملت زي كده ايه وليمة لعامة الشعب، وعملت لهم حاجة كده حلويات، شوية فطير كده بمكسرات بسكر بتاع في طواجن كده، وقعدت توزعها على الناس. فالناس بتقول الحاجات الحلوة دي مين جايبها؟ يقول لك ام علي. مين اللي جايبها؟ ام علي. عشان كده اتسمت الحلويات اللي احنا بناكلها دلوقتي اللي هي اسم ام علي بالنسبة لام علي اللي قتلت شجرة الدر اللي هي مرات عز الدين ايبك الاولانية. وزعت الحلويات على الناس فتسمت الحلويات دي على اسمها حلويات ام علي اللي بناكلها لحد دلوقتي. ودي كانت زيارتنا لنهاية شجرة الدر وقصة السلطانة المصرية شجر الدر. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، والسلام عليكم.